أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية هبة من لا يملك لمن لا يستحق. كما أكد عطاف أن اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية، وأن ما يستشف من نص رسالة الرئيس الفرنسي للملك المغربي أن فرنسا أصبحت تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي المتعلق بقضية الصحراء الغربية، وتجعل منه أولوية تتعهد بالدفاع عنها على الصعيد الوطني والدولي، وكأن الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح طرحا فرنسيا كاملا. كما أكد عطاف أن هذه الخطوة التي تدعي باريس أنها ترمي إلى إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب العقدين من الزمن. كما أشار وزير الخارجية أن الجزائر ستستنتج كل الاستنتاجات من الخطوة الفرنسية، وأن الاستنتاج الأول كان سحب السفير الجزائري بفرنسا وتخفيض تمثيل الجزائري هناك.